بشعار سمعنا يا عم الشخيرة ودمتم مفلقسين للأهلي. الأهلي يستمني على فريق الزمالك بثلاثية وعمل معاه 3 وحايد. بجد نفسي أفهم سيكولوجية ماتش الزمالك والأهلي والتوفيق الكبير اللي بيبقى مع الأهلي حتى وهو في أزمة حالاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لكم قبل كده، أنا مش هتكلم تاكتكس وكورة وسكسي فوتبول والكلام اللي محدش بيفهمه ده، عشان احنا مشجعين مش محللين أداء مع كابتن ميمي الشربيني رحمة الله عليه. أنا جاي أفضفض معاكم وأكلمكم بلغة البسطاء. ماتش النهاردة بعنوان البؤساء، ادقرني شكرا. لعيبة الزمالك كانت عايزة تغتال حضان جماهير الزمالك اللي حضرت المباراة في الاستاد تقريبا، والأهلي صالح جماهيره وبن شرقي عادة من الموت ليطرطر على فرقته القديمة منافس اليوم كالعادة. طبيعي جدا بعد ما الجماهير زنقت اللعيبة يبقى هتصالحني في ماتش كبير، بس هل ده معناه ان الأهلي هياخد الدوري؟ خليني أكون صريح معاك يا عزيزي السكابانس الأهلاوي، الموضوع مش في ايد الأهلي خالص. يعني بلاش إيفورية الفوز النهاردة تخليك مفكر انك عضمضم بعد الحنجيلة اللي قدمها الزمالك النهاردة. العيال دي هتاكل الأخضر عند اليابس. الزمالك وبيراميدز لو كسبوا ماتش واحد من الاتنين نطروا الأهلي للتالت كده كده، ما فيهاش نقاش. حتى لو الأهلي كسب ماتشاته الاتنين. أنا فقت متأخر لقيتك هادد اللي بنيه، أهو ما بناش حاجة، أهو ماتش كسبوه خلاص وريح في المتريح والجماهير تتبسط وتحفل. سياسة الهاء يعني. سامعك اللي بتقول الهاء شهيق. المهم نرجع بس لمرجوعنا. الدوري بعيد جدا عن الأهلي. فوز النهاردة بتاع بيراميدز صعب الأمور على الأهلي جدا، وبيراميدز والزمالك هما اللي بيلعبوا على الدوري. غطيها وخلي البط يعوم فيها. وعموما لو وصلت لحد هنا اعمل بقى حاجاتك الجميلة، لايك، اشترك في أي حاجة عندك كده يعني. سلام يا حبيب أخوك.